السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي ريان. اليوم غادي نحضر معكم كرواسة بطريقه جد سهله كيفاش تورقوها. كتجي رائعه. تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا طريقه التحضير. في المقادير عندي 2 كيسان ديال الدقيق، 2 كيسان كبار. غادي ندير نص كاس ديال السكر سنيده. غادي ندير فاني بوزن 16 غرام. غادي نديرو علبه ديال الياغورت بنكهه الفاني، او تقدروا ديروا كاس ديال الحليب، لكم الاختيار. غادي ندير الجهد ديال نص معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه على حسب الجو، وغادي ندير شويه ديال الملح على حسب الذوق. غادي ندير 4 كاس ديال الزيت نباتي، وغادي نجمع الخليط ديالي. ملي غنشوفو باقي خاصو يتجمع، غادي نزيد نكمل العجينه ديالي بالماء دافي، وغادي نجمع ديالي. كتجيني طريه وكتجمع بسهوله. هذا هو القوام ديال العجينه. كما كتشوفوا راه كتجي رطبه بزاف. غادي نخليها دابا ترتاح لمده نص ساعه. غادي نخليها غير تما، وغادي نقلب عليها البانيو باش دغيا تتخمر. هاد الطريقه. هنايا وجدت الزبده مارغرين حكيتها في الحكاكه باش نورق بها. دابا غادي نشد العجينه ديالي وغادي نقطعها كرات تكون متساويه. بهاد الطريقه كيجيني التوراق ديال الكرواسه ديالي جد سهل. طريقه جد سهله ما فيهاش بزاف ديال التماره بالنسبه للبنات اللي تيبغيو يصاوبوا كرواسه وما يعرفوش كيفاش يورقوا العجينه. بهاد الطريقه كتجي جد سهله. من بعد ما جمعت كاع الكرات ديالي، دابا غادي نبدا نقرص فيهم بالمدلك، وقرصوهم حتى بيديكم. العجينه تكون طريه وكتكون شويه تتلصق. ضروري تعاونوا بالدقيق. صافي غادي نطلقهم عشوائيا، ماشي ضروري خاصهم يجيوني دايرين. وغادي نكمل كل شيء بنفس الطريقه. بعد ما طلقت العجينه ديالي، دابا غادي نشد اول كره اللي قرصتها. غادي ندير فيها شويه ديال الزبده، وغادي نوضع عليها القرصه الثانيه، وغادي ندير كذلك الزبده. وغادي نبقى ندير بحال هكا طبقات باش كتجيني مورقه. غادي نكمل كل شيء بنفس الطريقه. راه الطريقه ديال التوراق جد سهله، غير اللي ما بغاش يصايبها. وهذه هي العجينه بعد ما كملتها. كما كتشوفوا راه باقا ما قرصتهاش، وكتبانوا لكم هذوك التوراق ديالها تيتم غادي طبقات. صافي دابا غادي نضربها بالمدلك، غادي نقرصها مزيان. كما كتشوفوا راه الفيديو موضح كل شيء.
صافي غادي نطلقها مزيان. وفي هذا الاثناء ما تنسونيش انا بواحد اللايك واشتراك للقناه وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء. وكنشكركم على التعليقات ديالكم اللي تخلوا لي ديما، وكنشكركم بزاف على المشاهدات ديالكم. كما شفتوا قبل طويت العجينه على 4، وكندير بهذه الطريقه باش كتجيني التقريصه ديالي مقاده. صافي ودابا غنطلقها على سطح العمل، وغادي نبدا نشكل فيها كما بغيت. بعد ما طلقتها دابا غادي نبدا نقطع فيها، قطعوها سواء كبار سواء صغار، الحجم اللي بغيتو. كما كتشوفوا راه الطريقه جد سهله دغيا كتوجد لينا في وقت قصير. كما كتشوفوا هنايا راه كتبان مرقه، تبان طبقه ديال الزبده وطبقه ديال العجينه، كتبان توراق مقاد. دابا غادي نبدا نلوي في هادو، غادي نديرهم عاديين. وفي هاد الاثناء انا كنلوي راني مسخنه الفران، غادي نخلي العجينه ديالي حتى تخمر واحد ربع ساعه، وغادي ندهنها بالبيض وعاش غندخلها للفران. وهنايا غادي نشكل الشكل الثاني. انا هنايا اختاريت نعمرهم بالكوفيتير، عمرت غير شي وحدين، الاخرين خليتهم حتى طابو عاش دهنتهم بنوتيلا كيجيو هكاك حسن. واللويه راه تكون جد سهله. وهادو هما الكرواسات ديالي بعد ما طيبتهم وخرجتهم من الفران. كما كتشوفوا كيجيو مرقين. انا هنايا مشى لي واحد الفيديو ديال كنت دهنتهم ويلا خرجتهم من الفران، بقاو ليا غير تتصاور باينين كل شيء. العجينه كتجي مرقه، كيجيو كرواسات بنان بزاف. نتمنى تجربوهم وتعجبكم الطريقه، وما تنسونيش انا بلايك واشتراك، وشكرا على المشاهده ديالكم.